مثلث برمودا المعروف بمثلث الشيطان او عرش ابليس اللي اختفوا فيه بزاف ديال الطائرات والسفن وبزاف ديال الاشخاص وشخصيات معروفه وبسبب مجهول، واللي حيا بزاف ديال العلماء وباقي ما عرفوا السر ديالو ليومنا هذا. And nothing was ever heard from them again until now. بزاف ديال الناس كيقولوا على انه عرش ديال ابليس، وبزاف كيقولوا بلي تما باب للسفر عبر الزمن، وبزاف ديال الهضرات اخرى. في هذا الفيديو غنعرفوا شنو هو مثلث برمودا وشنو هو السر ديال هذا المثلث. مثلث برمودا هو اشهر بقعه مائيه على وجه الارض، واللي قريب من ساحل فلوريدا الامريكيه، واللي كيتحدد من 3 مناطق واللي هما فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو، واللي كترجع المساحه ديال هذا المثلث اكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، لمثلث متساوي الاضلاع، وكل ضلع كيساوي تقريبا 15,000 كيلومتر. في عام 1492 البحار كريستوف كولومبوس اللي اكتشف امريكا هو اللي اكتشف مثلث برمودا، وصار كولومبوس اقرب نقطه للمثلث، وفاش قرب شاف البوصله ديالو غير كدور، وهو يفهم بلي شي حاجه تما ماشي هي هذيك، وما قدرش يكمل وهو يرجع في حاله. ولكن من وراء كولومبوس في 400 عام وبالضبط في سنه 1840 اكتشف رسميا مثلث برمودا بواحد الحادثه اللي سميتها سفينه روزالي الفرنسيه. هاد السفينه من بعد ما دازت من مثلث برمودا اختفت وما بقاش ليها الاثار، حتى دازت بزاف ديال الشهور ولقاوها خارجه من مثلث برمودا، ولقاوها خاويه تماما بحال ما كان فيها حتى واحد. ومن اشهر الحوادث اللي وقعوا في هذا المثلث كحادثه سفينه ماري سيليست في عام 1872، وكانوا سايقين هذه السفينه انهار البحاره، وحتى هي ما لقاوش لها الاثار ابدا، حتى دازوا بزاف ديال الشهور وهما يلقاوها خارجه من مثلث برمودا تماما بحال السفينه الاولى روزالي الفرنسيه. وايضا حادثه سفينه يو اس اس سايكلوبس في الحرب العالميه الاولى، اللي كانت اكثر الحادثه ماتوا فيها الناس بزاف في تاريخ الولايات المتحده، واللي كان قائد ديك السفينه جورج وابلي، واللي كان فيها اكثر من 300 شخص وما لقاوش لها الاثار تماما. بعض الناس اعتقدوا بلي السبب هو العاصفه، وبعض الناس اعتقدوا بلي السبب هو الاعداء اللي كانوا في ذاك الحرب، وبعض الناس اخرين قالوا انها غير غرقت وصافي. وايضا الحادثه المشهوره الملقبه بالرحله 19، واللي كانت السبب في العالم انه ياخذ الامر ديال اسطوره مثلث بجديه، واللي كانت كتنتمي لمجموعه من الطائرات اللي اختفوا بدون اي سبب، واللي كانوا هاد الطائرات غير في مهمه تدريبيه، وصاوبوا طائره اخرى باش تفتش عليهم ودرا فاش عندهم شي مشكله ولا شي حاجه، ولكن حتى هي غبرت وما بقاش ليها الاثار وما عرفوا عليهم والو. ووقعوا بزاف ديال الحوادث في مثلث برمودا، وكانوا هادو غير شويه من بزاف. ودابا غنشوفوا شنو قالوا الاساطير والعلماء على هذا المثلث. الاسطوره الاولى كتقول بلي انه كاين تما عرش ديال الشيطان، يعني ديك البلاصه حكمها ابليس والجنود ديالو. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول ان ابليس يضع عرشه على الماء، يعني ابليس بغى يتشابه بالله تعالى، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وداك الشيء علاش كيقولوا على انه ابليس داير العرش ديالو تما. والاسطوره الثانيه كتقول بلي مدينه اطلانتيس كاينه تما تحت المثلث. مدينه اطلانتيس اللي هي واحد المدينه اللي اختفت في عام 1820 قبل الميلاد، كيقولوا بلي انهم كانوا عندهم تكنولوجيا متقدمه بزاف، كيقولوا بلي هذه المدينه كاينه دابا تحت مثلث برمودا. وهذا الشيء تبتاتوا بعض الدراسات اللي كتقول ان عندهم بعض الاهرامات اللي في هذه المدينه اللي كتنتج واحد الطاقه اللي بزاف، وبسبب هذه الطاقه كيغرقوا السفن والطائرات. اما الاسطوره الثالثه كتقول بلي كاين تما بوابه ديال الزمن، يعني كتسافر عبر الزمن. وهذا الشيء اكدته بواحد القصه دواحد الراجل اللي نجا من مثلث برمودا واللي سميتو توماس براون. واحد النهار خرج بالمركب ديالو للبحر، وخرج بالضبط من فلوريدا، بغا يدير غير دويره في البحر ويرجع في حالاته. فاش خرج تعطل بزاف وما رجعش، السلطات خرجت بدات كتفتش عليه، ولكن والو ما لقاتش ليه الاثار. توماس كان غادي في البحر شويه وهو يسكت له الموتور ديالو، شاف مالو ولكن لقاه هو هذاك ما فيه حتى شي مشكل، ولكن ما بغاش يخدم. بغا يستعمل لاسلكي باش يعيط ليهم، ولكن لقاه حتى هو ما خدامش. دوز ديك الليله كامله في البحر، وفاش فاق في الصباح لقى راسو في واحد الجزيره،
الطحالب ديال ديك الجزيره حمرين اللي دوخوها حيت ما عمرو شاف شي طحالب بداك اللون، خصوصا حيت هو خبير في البحر وفي الطحالب، ولكن ما تسوقش اليوم حيت كان الهم ديالو الوحيد هو انه يرجع في حاله. صافي توماس بقى كيدور في ديك الجزيره ولقى بزاف ديال السفن والطائرات اللي محطمين. دوز توماس بزاف ديال الوقت في ديك الجزيره حتى واحد النهار قرر يرجع في حاله باي طريقه، حيت الا بقى تما غير غادي يموت وصافي. جمع بعض الحاجات من ديك السفن والطائرات اللي كانوا محطمين في الجزيره وركبهم في المركب ديالو ودخل البحر. بقى غير ماشي في البحر ولكن ما عرفش راسو فين ماشي، حتى طاح الليل ونعس توماس. وفاش فاق في الصباح لقى المساعده حدا المركب ديالو وداوها للسبيطار ديريكت. ولكن توماس كيقول على انه دوز في ديك الجزيره عام واحد وانه كان كيحسب نهار بنهار، ولكن هما كيقولوا ليه على انه عاش لمده 7 سنين. ولكن توماس ما تيقهمش حيت كان متاكد انه عاش عام واحد في ديك الجزيره. وبهذا السبب كيقولوا على انه في مثلث برمودا كاينه بوابه اللي كتسافر عبر الزمن. بعض العلماء قالوا انه تحت مثلث برمودا كاين اهرامات، وباللي هاد الاهرامات غرقت قبل 200 الف سنه. كيقولوا على ان ديك الحفار كيخرج منهم غاز ميته وهو السبب الغرق ديال هاد السفن. دابا غتقول لي الطائرات، كيقولوا بعض العلماء على انه السبب ديال سقوط الطائرات هو الغيوم، حيت لقاوهم كيلعبوا الدور ديال القنابل الجويه اللي كتتفاعل مع بعضياتها. هذا هو مثلث برمودا او مثلث الشيطان اللي بسببه غرقوا بزاف ديال السفن والطائرات وماتوا بسببه بزاف ديال الناس. مؤخرا اكدت بعض العلماء على انه ما كاين حتى شي سبب للسقوط ديال هاد الطائرات والسفن، على انه غير هضره خاويه وصافي. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش واحد لايك وابوني. تهلاو.